يا مساء الفل، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بلح الشام بطريقه سهله جدا من غير اي تعقيدات. هنقول على التكات اللي ممكن تبوظوا منك. هقولك على كل حاجه بس تابعي الفيديو للاخر. هنا اول حاجه جهزت الشربات اللي هو كوبايه سكر عليها كوبايه ميه وعصره ليمونه ونطره فانيليا صغيره. في طاسه على النار هنحط كوبايه ميه، هنحط معلقه سكر، هنحط ربع كوبايه زيت، وهنسيب الميه والسكر والزيت لحد ما يغلوا كده على البوتاجاز. واول ما يغلوا هننزل بكوبايه دقيق. طبعا تقدروا تضاعفي الكميه، ولكن انا اللي انا عملته هو ده المقدار اللي انا عملته، والكميه هتشوفوها. هنفضل نقلب في الدقيق كده بالسباتيولا، نقلب لحد الدقيق ما يستوى. وبعد ما نقلبه ويستوى على النار هننزل فيه في بوله لحد برضو ما يبرد. هنحط عدد 2 بيضة بس، اول بيضة، مش هنحط الاتنين مع بعض، هنحط اول بيضة. الكلام ده بعد العجينة ما تبرد. هنحط اول بيضة وهننزل نقلب كده في العجينة لحد البيضة ما تختفي خالص. مش هنحط البيضة التانية الا ما البيضة الاولانية تختفي خالص في العجين. نحط بقى البيضة التانية ونحط مع البيضة التانية رشة فانيليا، ونكتر رشة الفانيليا شوية. الفانيليا السايلة بتبقى مركزة شوية، لكن لو انت هتعملي بفانيليا بودرة حطي 2 باكو فانيليا. برضو هنفضل نعجن فيها لحد ما تختفي خالص. وبعد كده نبدأ نحط للعجينة معلقتين نشا. معلقتين النشا دول هما اللي بيخلوا العجينة تشد وتبقى كمان مقرمشة. هنعجن لحد ما النشا تختفي خالص برضو من العجينة. هنقعد نعجن كده لحد ما تختفي خالص. بعد كده بقى هنجيب كيس حلواني يكون قوي. لو الكيس بتاعك ماهوش قوي تقدري تستعملي القمع بس وتزقيه كده بصبعك. انا حطيت دلوقتي حطيت كده كل العجينه في كيس الحلواني وجربتها، بدات تخرج معايا اهو من القمع. العجينه كانت طريه وما شاء الله ما كانتش متعبه خالص. هنجيب بقى اي حاجه، طاسه او اي حاجه يكون فيها زيت، يكون غزير شويه. لازم الزيت يبقى غزير شويه، ما ينفعش تحط شويه زيت صغيرين بالذات في بلح الشام يعني. هبدأ أبل طرف المقص زيت، وابدأ انزل كده العجينة واقصها بالمقص. بلي طرف المقص زيت علشان يعني العجينة ما تلزقش فيه وكده. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ ان انا انزل واقص. طبعا الطول ده تبع ما انت عايزه. انا كنت حابه ان هو ما يبقاش طويل قوي، كنت حابه ان هو يبقى صغير. ودي بالك ان هو لسه هينفش، يعني لسه هينفش في التحمير. طبعا حطيت الحلة على النار، لازم على نار هادية. ما ينفعش تحط في زيت سخن، وما ينفعش تحطي على نار عالية. لازم النار تبقى هادية قوي، يعني اقل حاجة تنزليها اقل حاجة. حتى هتاخد وقت معاكي شوية في التحمير، ولكن مش هتطلع فقاقيع جامدة وهتملي الدنيا فقاقيع عليكي وهتطلع كده كأن الزيت هيروب زي اللبن. فلازم ان انت تبقى مهدية النار خالص. هنحمره وتقلوا عليه شويه في التحمير في الزيت عشان يبقى مقرمش معاكم. يعني ما تطلعوش ذهبي فاتح، يعني حاولي ان هو يبقى هو الكاميرا مبيناه ان هو ذهبي فاتح، ولكن هو في الحقيقه كان غامق معايا شويه. ده عشان التصوير كان غامق معايا شويه في التحمير. انا كده حمرت كده الكميه الاولانيه. طيب هنحط الكمية التانية؟ لا طبعا مش هنحط الكمية التانية الا ما الزيت يبرد. شايفين انا سبت الزيت لما برد. ما ينفعش نحط ابدا بلح الشام في زيت سخن او زيت مغلي او حتى زيت دافي. لازم نسيب الزيت يبرد تماما، وبعد كده برضو نهدي النار خالص ونسيبه براحته خالص لحد ما يتحمر. هنا دي كوبايه الدقيق عملت معايا كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. دي بقى براحتك ان انت تنزلي البلح الشام في العسل وتسيبيه شويه يشرب عسل، مش مشكله. انا بصراحه بحب عسله خفيف فحطيت يعني حبيت الاحسن ان انا احط العسل في حاجه وارشه عليها. شايفين طبعا مقرمش جميل جدا. وعايزه اقول لكم ان ما فيش زفاره خالص، والله طعمه احلى من اللي بيجي من بره، وخفيف مش ملان زيت. اللي بيجي لنا من بره مقرمش من بره طري من جوه. انا عايزه اقول لكم ان اللي بيجي لي من بره ده ما بحبش احطه في بقي بسبب انه اصلا بيبقى شارب عسل بطريقه غير طبيعيه. يعني هو بيبقى كله عسل، يعني تاخدي الواحده ما تقدريش تاخدي اللي بعدها، لكن ده شارب عسل خفيف جدا. لو الفيديو عجبكم عايزاكم تعملوا لايك
وتشتركوا في القناه، ومتنسوش تفعلوا الجرس، متنسوش تشيروا الفيديو لصاحبتك اللي بتحب بلح الشام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.